اهلا بكم في برنامج كابتن بيبو مشاركتك في احداثك الكرويه. وهل فعلا كهربا هيحترف وهيسيب الاهلي ومارسيل كولر بيمهد لرحيله من النادي الاهلي؟ ايه سبب الخلافات اللي ما بين مارسيل كولر ومحمود كهربا؟ قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وكومنت جميل تشجعوني فيه. الاستاذ المذيع محمد الليثي طلع امبارح في برنامجه وكان بيدافع عن كهربا بسبب الضغط اللي عليه. كهربا كان في وقت من الاوقات هو الورقه الرابحه للنادي الاهلي، هو الوحيد اللي كان بيسجل، هو اللي بيعمل اسيست، هو اللي كان شغال بشكل رائع. كهربا بعد 6 شهور ايقاف ما بيلعبش كوره وشبه قاعد في بيتهم، اول مباراه كانت الاهلي وسموحه سجل هدفين، اول مباراه ليه من 6 شهور. ده اللي انا شايفه، ان المدير الفني ساعات بيتك على اللعيب وبيزودها على اللعيب. حتى لو انا غلطت، انت عاقبتني لما غلط وما رضيش يتمرن، ما حدش وقف جنبه مع اللعيبه المستبعدين، ما حدش وقف جنب كهربا، ولا حد يقف جنب الغلط. اللي يقف جنب الغلط يبقى غلطان، لكن لازم ان انت ما تزودهاش. والظلم اللي متعرض له كهربا وخصوصا بعد اداء المميز بتاع وسام ابو علي اللي حقيقي مغطي على الكل، وكان يعني شبه بيهاجم، مش عايز اقول بيهاجم بس ممكن نقول انه بيوضح وجهه نظره للمدير الفني للظلم اللي طبيعي اي لاعب بيتعرض له لما بيجي مستوى لاعب اعلى منه. يعني الموضوع ممكن ما يعديش على خير، وخصوصا ان تشكيل ماتش الاهلي ومقاولين العرب لما نزل ما كانش فيه كهربا، حتى كهربا ما كانش موجود في الدكه، بل كمان نادي الاهلي ليه جمهور كبير وطبيعي كل واحد من حقه يقول رايه. فتتخيل كده ده بيقول رايه على ده، وده مش عارفه ايه مع ده، وده ايه اللي حصل فالدنيا هتبوظ ومش هتبقى الطف حاجه. وبعض الناس بتبرر وبتقول ان كهربا مصاب، والبعض التاني بيقول ما لو كان حقيقه كان الاهلي اعلى، ما هو لعيب زي اي لعيب. دي بقى هنا النقطه، ان طبيعي كل واحد هيقول اللي على مزاجه، والكلام اللي هيجي في بال الواحد هيقوم قايله، واللي بيعمل كده طبيعي بني ادم متعاطف مع بني ادم زيه طبيعي، يعني احنا بشر، فدي المفروض حاجه تفرحنا. البعض التاني يهمه تاريخ ناديه طبعا اللي بيشجعه منذ الصغر، واحنا بشر وطبيعي يعني دماغنا هتجيبنا وتودينا، مش ملايكه يعني. دي نقطه. بالنسبه بقى للنقطه الثانيه، العروض والكلام اللي داير على اللاعب محمد عبد المنعم قلب دفاع النادي الاهلي. عرض نيس الفرنسي واهتمامهم بمحمد عبد المنعم، تهتموا بيه ليه؟ هو الراجل ناقص اهتمام؟ هو اما تسيبوه يا جدعان يفرح مع الاهلي. عرض نيس الفرنسي اللي قدمه لشراء اللاعب محمد عبد المنعم ما يجيبش كوبايتين شاي، اللي بمبلغ وقدره 2 مليون ونص دولار. مش شايفين ان المبلغ كتير عليه شويه؟ يعني قللوه. ده رئيس نادي الاسماعيلي كان عايز للاعب بتاعه 2 مليون دولار بالاضافه الى 3 لعيبه، وادي هو يعني عادي نادي جوه مصر زيه يعني، امال بقى لو هحترف بقى بره. وعموما النادي الاهلي بنسبه 99% و9 من 10 و9 مني معاهم بنسبه كبيره فعلا مش هيوافق على الرقم الكبير اللي انتوا عارضينه عليه ده، فمن رايي تفاوضوا فيه شويه عشان لعيبه الاهلي برده ما تتخضش من الرقم. وكمان بعد نهايه موسم 2025 وبعد نهايه كاس العالم في الولايات المتحده للموسم القادم، وان شاء الله خير. ودي طبعا كلها مصالح، وبنحق كل لاعب طبعا يشوف مصلحته ويرسم الطريق اللي هو عايزه لمستقبله. وانا شايفه يا ابو المناعم انك تستنى عرض احسن من برشلونه، وان قدراتك اعلى بكتير جدا 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 من اي مدافع تاني. ومارسيل كولر يحقق الفوز رقم 19 وعلى اقترابه الواضح جدا لفوزه بالدوري. مستوى وسام ابو علي اللي اداؤه واضح جدا وفوق المميز بمراحل، واللي حقق لقب هداف الدوري في اقل من نص موسم، ويعتبر النتيجه والاجتهاد واضحين جدا ما شاء الله، وان شاء الله خير. ولو بيراميدز ما كانش تمكن من الفوز كان الاهلي تتوج رسميا من قبل 4 ماتشات من نهايه الدوري. ما في خساره ومكسب يبقى الدوري لسه ما اتحسمش، وخلي الواحد كده روحه رياضيه. ولكن كما تعلمون هذا الامر شرحه يطول ولا الليله مشغول. ولو لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب انزل اعمل دلوقتي حالا حالا حالا، واكتبوا لي كومنت جميل كده تشجعوني فيه فضلا وليس امرا. وكان معكم كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. سلام.